انت عارف ان قانون العقوبات المصري بتعديلاته الجديدة لسنة 2021 بيقولك انك لو لقيت حيوان في الشارع مملوك للغير زي مثلا قطة شرازي او كلب هاسكي، يعني مش القطط والكلاب البلدي اللي مالية الشوارع دي. طيب لو لقيت القطة دي ولا الكلب ده اللي مملوكين لأصحابهم وما رجعتهمش خلال 3 أيام، هتتعاقب بالحبس مدة تصل لسنتين لو أخدته بنية تملكه لأنه أصلا مش ملكك، ولو احتفظت بيهم بعد الفترة دي مش بنية أخدهم أو تملكهم هتتعاقب بالغرامة فقط. وعلى فكرة كمان لو شخص سمى حيوان مستأنس زي القطط والكلاب هيتعاقب بالحبس مدة تصل ل6 شهور وغرامة 200 جنيه.